السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. نرحب بكم كامل في القناه، وقبل ما نسبقوا في اي وصفه كالعاده البنات نرفعوا كامل يدينا للسماء وندعيو لاخوتنا الفلسطينيين، ندعيو لغزه العزه، ربي ينصركم على يدين الظالمين، ربي يرحم امواتكم ويشفي جرحاكم ويقوي عزيمتكم ويثبتكم. النصر قادم ان شاء الله. مكملين في سلسله لي تارتولات بذوق الشوكولا اللي طلبتوها مني. الوصفات القديمه ان شاء الله راح نعملوا كامل الاذواق اللي طلبتوهم مني. لي تارتولات تاع اليوم ولا الفون دو تارت اللي راح نعملوهم بدون بيض بدون حليب بدون ماء، وصفه سهله اقتصاديه سريعه وراح تعجبكم كامل. تجي تتبسس البنات، تجي تذوب في الفم، ما راح تجي مقرمشه وما راح تجي يابسه. الوصفه تاع اليوم، الوصفه السابقه كنا عملناها مقرمشه، تاع اليوم تجي مبسه البنات وتذوب في الفم. راح نحتاجو 3 ملاعق كبيره تكون بومبي مملوءه جيدا من الزبده او المارغرين. نحتاج ايضا 3 ملاعق كبيره تكون مملوءه من الزيت النباتيه، ونحتاج ملعقتان كبار يكونوا مملوءتان من السكر، سكر حبيبات او سكر غبره، رشه تاع الملح، وملعقه صغيره فانيليا تكون مملوءه جيدا البنات، تكون بومبي. نخلط الكل مع بعض حتى نتحصل على خليط يكون ابيض او كريمي كما راكو تشاهدوا. الزبده او المارغرين لازم تكون طريه البنات بدرجه حراره الغرفه. نخلط جيدا بالضراب اليدوي، ما استعملناش كامل الضراب الكهربائي في هذه الوصفه. شوفوا البنات كيفاش تضاعف الحجم تاع الزبده، لازم نضربه مليح حتى يتضاعف الحجم تاع الزبده ويصبح اللون ديالو ابيض. نبدا نجمع بالدقيق الابيض اللي هو الفرينه بالتدريج البنات. تحطوا الكوب الاول كاملا وتغربلوا الدقيق الابيض ديالكم، من بعد تضيفوا الكوب الثاني، من بعد تضيفوا يعني الباقي بالتدريج. تقدر تاخذ لكم كوبين فقط، تقدر تاخذ لكم كوبين وربع او كوبين ونصف، كل وحده شحال تاخذ لها على حسب نوعيه الدقيق ديالها. ما نعجنوش، نجمعوا باطراف الاصابع فقط البنات، ما نعجنوا ما ندلكو. انا خدات لي حوالي كوبين وربع او كوبين ونصف البنات. نغربلوا الدقيق الابيض ديالنا البنات. في العجينه السابقه كنا حطينا الماء، في هذه العجينه ما حطينا لا ماء لا بيض. تقدروا تضيفوا بيضه في الاول، او تقدروا تضيفوا الماء او الحليب، ملعقه او ملعقتين من الماء او الحليب. اللي ما يحبش العجينه ديالو تجيه مبسه يعني تجيه مقرمشه يضيف الحليب او الماء، قلنا ملعقه او ملعقتين ما نكتروش، او ضيفي بيضه كامله. هاد العجينه البنات عملتها بدون بيض بدون حليب بدون ماء وجاتني ما شاء الله مبسه تذوب في الفم. البنات بعد ما جمعت العجينه ديالي، قلنا العجينه لازم تكون طريه لكن لا تلتصق في اليد، غير تبدا تتجمع نتوقفوا عن اضافه الدقيق الابيض او الفرينه. البنات ما تعملوهاش يابسه وما تعملوهاش تلصق في اليد، تكون طريه ولا تلتصق في اليد. كما راكم تشاهدوا جبت ليمون ديالي ولا القوالب تاع لي تارتولات، ونحط كميه او كريه من العجين ونبدا نضغط في العجينه ديالي، يعني نشكل فون دو تارت ديالي. البنات بازيو على لي كوان تاع العجينه او القوالب، ما تعملوهمش خشان، يعني القاعده ما تعملوهاش خشينه، وايضا ما تكونش رقيقه بزاف باش ما تكسرناش. كملت شكلت كامل القوالب ديالي، من بعد كيما شفتوا جبت فرشيطه او شوكه وتقبت كامل العجينه ديالي، دخلتهم الفرن يتحمروا من الاسفل ومن الاعلى ونخرجهم. البنات نروحوا الكريمه ديالنا اللي حطيت فيها كوبين من الحليب، حطينا كوبين من الحليب، حطينا السكر حبيبات 3 ملاعق من السكر حبيبات. السكر تقدروا تحكموا فيه كما نقول لكم دائما. وراح نضيفوا ملعقتان كبيرتان من الكاكاو، غبرة الكاكاو، ولازم تكون نوعية جيدة باش تجينا بنينة الكريمة ديالنا. راح نضيف النشا او الميزينة، راح نضيفوا ملعقتان يكونوا بومبي البنات، ملعقتان كبيرتان مملوءتان جيدا يكونوا بومبي هرميتان البنات. نخلط كل شيء مع بعض ونحطهم على النار، نبقى نحرك بالضرب اليدوي او الفوي على النار كما راكم تشاهدوا حتى تغلي وتعقد معنا. هنا نبقى نحرك في الكريمه ديالي. البنات لي فون دو تارت ديالكم 10 دقائق وطلعوا عليهم، راح يكونوا انتفخوا، يعني من 5 دقائق حتى 10 دقائق يكونوا انتفخوا. عاودوا جوزوا عليهم بالفرشيطه باش يعاودوا ينزلوا او تنزل العجينه ديالكم ما تطلعش
العجينه ديالكم في الفرن. انا بكري باش ما تطلعليش كنت نحط لها الحمص البنات، الحمص ولا اللوبيا كميه فوق العجينه باش ما تطلعليش. هنا الكريمه ديالي كما شاهدتوا بعد ما غلات وتقلت عقدت تغلي غليه ولا زوج ونطفوا عليها البنات. ضفت لها ملعقه كبيره من الزبده او المارغرين وملعقتان من غبره الشونتيي، ملعقتان كبيرتان مملوءتان جيدا من غبره الشونتيي وملعقه كبيره زبده والكريمه سخونه البنات. ضيفوا الشونتيي والكريمه سخونه والزبده والكريمه تكون سخونه. نخلطوهم جيدا البنات. اللي عندها عطر الشوكولا تضيف عطر الشوكولا، اللي تحب تضيف عطر الكراميل او عطر البندق او الفانيليا اللي حبيتي. مع الاخير خلطهم جيدا بالضرب اليدوي ونفرخهم مباشره. والكريمه ديالي سخونه في لي فون دو تارت ديالنا بعد ما نجبدوهم يكونوا باردين البنات، يعني القاعده لازم تكون بارده والكريمه تكون سخونه البنات. نروحوا للطبقه الثالثه، تقدروا تستغنوا عليها تماما. الطبقه الثالثه اللي نحتاجوا فيها كوب ناقص اصبع من الماء، نحتاجوا فيها 3 ملاعق من السكر وملعقتان يكونوا هرميتان، ملعقتان كبيرتان يكونوا مملوءتان جيدا من الكاكاو وملعقتان يكونوا بومبي مملوءتان جيدا، ملعقتان كبيرتان من الزبده او المارغرين. خلطهم جيدا وحطيت الكل على النار البنات. لازم يغلي مدة 10 دقائق او ربع ساعة، من 10 دقائق حتى 15 دقيقة يغلي الخليط ديالنا حتى يعقد ويثقل، يصبح يعمل فقاعات تكون كبيرة ولا ثقيلة كما نقولوا، يعني حتى يتقال الخليط ديالك. اذا شفتي بلي الزبدة تفرقت على الكاكاو او على هذاك الخليط ما كاين حتى مشكل، راح تعاود تتماسك بعد ما نضيف لها ملعقتان كبيرتان من غبرة الشونتيي. هنا ايضا راح نضيفوا ملعقتان كبيرتان من غبره الشونتيي ونخلطوا جيدا. نعاود لكم البنات الخليط اللي كنا حطيناه او المكونات اللي كنا حطيناهم في الاول نحطوهم يغلوا على درجه تكون متوسطه او على نار تكون متوسطه مده 10 دقائق او ربع ساعه حتى يعقد الخليط ديالنا ولا الشوكولا ديالنا تعقد وتتقال. بعد ذلك نضيفوا لها ملعقتان كبيرتان من غبره الشونتيي ونضيفوا لها عطر الكراميل. انا ضفت عطر الكراميل، اذا عندكم عطر الشوكولا ضيفوا عطر الشوكولا، اذا عندكم عطر البندق ضيفوا عطر البندق، ايضا تقدروا تضيفوا عطر البخاليني راح تجيكم بزاف بنينه هاد الشوكولا بدون قطع شوكولا، يعني جد اقتصاديه هاد الشوكولا اللي راح نزينوا بها ولا نعملوا بها الطبقه الاخيره. جات بزاف بنينه بنات، جربوها ان شاء الله تكونوا فهمتوا كل شيء. وصفه سهله واقتصاديه بالبزاف البنات. هنايا هاد الشوكولا لازم نخلوها تهدم الحراره ديالها، لانه اذا حطيناها مباشره راح تكون جاريه وراح تسيح لكم ملي فون دو تارت ديالكم تحطوها من الاعلى، يعني تخلوها تهدى فقط من الحراره اللي تكون فيها هذيك الكبيره، لانه اذا بردت تماما راح تجمد ما راح تقدروا تحطوها من الاعلى. يعني ما تكون سخونه بزاف ما تكون بارده البنات، ما تبردوهاش تكون دافيه، يعني حاولوا فقط تخلطوها بالفوي تهدى شويه من الحراره ديالها وتبداو تشكلوا الطبقه الاخيره ولا تفرغوا في الشوكولا ديالكم من الاعلى. البنات كما شاهدتوا انا حطيت لها قبل ما نحط هاد الشوكولا حطيت لها الفيتين، تقدروا تستغناو عليه تماما ولا تقدروا تستغناو على الطبقه الاخيره تاع الشوكولا وتحطوا الفيتين كما شاهدتوا جاو شابين، يعني حتى بلا ما ضفت الطبقه الاخيره. اللي ما عندهاش الفيتين تحت الكاوكاو مرحي، اللي ما عندها والو ما تحط والو البنات، طبقه واحده تكفي وتجي بزاف بنينه. تقدروا تحطوا اللي عندكم كاوكاو ايفيلي تكونوا حمصتوه ولا كاوكاو مرحي كيما حبيتوا. وهذه هي الوصفه ديالنا بعد ما تبرد، لازم تبرد باش تحكم روحها الكريمه وايضا الغاناج اللي عملناه. مختلات بدوق شوكولا راح تعملوا بهم حاله في شهر رمضان المبارك ان شاء الله. بنان بالبزاف ننصحكم تجربوهم، اقتصاديين وشوفوا البنات يجوا يتبسوا يذوبوا في اليد قبل الفم. والبنه ديالهم هبال صدقوني. البنه تاع لاباط ديالنا بزاف بنينه او تاع العجينه ديالنا بزاف بنينه، البنه تاع الكريمات بزاف بنينه. جربوها وقولوا لي. انتبهوا فقط للنصائح كامل اللي مديت لكم بالنسبه لمده طهي الشوكولا ديالنا او الغاناج ديالنا. قلنا يغلي على نار متوسطه مده 10 دقائق او ربع ساعه، يعني حتى يتقال ويعقد معاكم قليلا. ولي فون دو تارت البنات بهاد العجينه ما يتقلصوا ما ينزلوا راح يجوكم ما شاء الله، ينتفخوا فقط قليلا في الفرن. قلت لكم عاودوا تقبوهم بالفرشيطه. نتمنى ترسلوا لي تطبيقاتكم على الانستغرام ديالي اللي هو طياب سهل، نرحب بكم كامل فيه، وتشاركوا الوصفات ولا الفيديوهات مع الاصدقاء والاحباب والاقارب. نقول لكم تهلاو في روحكم، مع السلامه.